فيلمنا بيبدأ بجيسون اللي بيكون فاتح بث مباشر على النت، بيغني وبيعزف على الجيتار، وبصراحة صوته مش قد كده. وجيسون بيكلم الفانز إنه هينتقل لمدرسة إيديلين الثانوية بنين وبنات، ودي مدرسة متشددة وكلها راهبات وهو مش طايقها. وبيروح المدرسة في أول يوم مع أخته زوي، واللي بتكون متضايقة من بنت اسمها سارة علشان هتقعد معاها في نفس الأوضة وهي ما بتحبهاش. بس جيسون بقى بيكون حبيبها على الآخر. والحاج أبو جيسون بيقوله انت رايح بالجيتار ده على فين؟ انت هتسيبه في البيت. بس جيسون بيقوله على جثتي. بعدين بتوصل الأخت ريبيكا وبتسلم على الأسرة وبترحب بالشباب في المدرسة. بعدين الأخت ريبيكا بتروح تقابل الأخت صوفيا، ودي تبقى جديدة معاهم في المدرسة. وبتكون ريبيكا مبسوطة جدا بصوفيا، بس عندها اعتراض على الروج بتاعها علشان ما يصحش كده، والشباب تعبان. بعدين ريبيكا بتروح مع صوفيا في جولة في المدرسة، وبيقابلوا جيسون وبتعرفوا عليها، وصوفيا بتكون بص عليه بصات حمدي الوزير على الآخر. بعدين ريبيكا بتوري صوفيا الأوضة بتاعتها وبتسيبها وبتمشي. ولما ريبيكا بتخرج من الأوضة، صوفيا بتبدأ تورينا اللي ما ينفعش نشوفه، وبنعرف أكتر عن شخصيتها الحقيقية، وبتكون شقية جدا. ولما بنروح الأوضة بتاعت جيسون، بيكون قاعد وبيسمع صحابه في الأوضة بيتكلموا عن سارة الكراش بتاعه، وبيكونوا عايزين يعملوا معاها حاجات عيب. وجيسون بيكون مش مركز معاهم، ومركز مع القناة بتاعة اليوتيوب بتاعته، وبيشوف تعليقات المعجبين. بعدين بنروح لصوفيا اللي بتكون مهووسة بجيسون. بعدين صوفيا بتخرج تسمع جيسون وهو بيغني، وبتاخد الجيتار تلعب بيه شوية. بعدين بتقوله أنا حاسة بيك يا حبيب قلبي، لو عوزت تتكلم مع حد فالأخت صوفي موجودة، ما تروحش بعيد. وفي الفصل بقى سارة بتروح تقعد ورا جيسون وبتبدأ تعكسه، وصاحبه اللي كان عايز يعمل قلة أدب بيكون متضايق. وصوفيا بتدخل الفصل وبتشوف جيسون وهو مقضيها رغي مع سارة، فبتتضايق جدا وبتروح تاخد الروج بتاع سارة. ومش بس كده، دي بتنقلها من جنب جيسون. بعد الحصة زوي بتروح لجيسون وبتقوله إنها حاسة بحاجة غريبة في صوفيا، بس بيطنشها علشان سارة بتبعت له رسالة. ولما زوي بترخم عليه بيسيبها وبيمشي. وصوفيا بتقابل جيسون وهو راجع للأوضة وبتسأله عن سارة، وبتلطف معاه الجو لما تعرف إنه مش مرتبط. وبالليل بنشوف صوفيا وهي بتتفرج على فيديوهات جيسون وبتستخدم الروج اللي خدته من سارة، بس بنلاحظ إنها مجنونة حبتين وبتكسره بعدها. تاني يوم سارة بتروح تتمشى مع جيسون وبتفضل تشتم في صوفيا، وبعدين بتخطفه بوسة رومانسية جدا، بس صوفيا بتشوفها وهتطين عيشتها وبتحذرها انها تقرب من جيسون تاني، وبتبعتها لفصلها. وبعد الحصة ما بتخلص صوفيا بتطلب من جيسون يستنى شوية، وبتطلب منه يروح لها الأوضة بعد المدرسة علشان عايزاه في كلمتين. وصوفيا بعد المدرسة بترجع البيت وبتبدأ تستعد لجيسون، وجيسون بيوصل بس مش بيدخل، وبيفضل واقف ورا الباب يتفرج على المنظر الطبيعي اللي قدامه. وفي الآخر مش بيقدر يمسك أعصابه فبيخلع من المكان، بس صوفيا بتشوفه وبتضحك. وبالليل جيسون مش بيعرف ينام بسبب التفكير في صوفيا، وبصراحة كده عنده حق. وتاني يوم صوفيا بتقوله انت ما جيتش ليه؟ فبيقولها نسيت يا مس سامحيني. بعدين بنعرف ان ده كان آخر يوم في الأسبوع والطلاب هيرجعوا أجازة. وصوفيا بتشوف سارة وهي واقفة بتكلم جيسون قبل ما يمشي، وبتسأله هيعمل ايه الأجازة دي. والأخت ريبيكا بتيجي تكلم صوفيا وبتقولها للأسف الدنيا هنا مش زي مدرستك القديمة، لو عايزة تتكلمي فأنا بابي مفتوح. وصوفيا بتقولها إن عمتها تعبانة وعايزة تروح تزورها. وفي بيت جيسون بقى بيقترح عليهم إنه ياخد أجازة علشان يشتغل على الموسيقى، بس أبوه بيرفض وبيقوله ركز في تعليمك يا ولد. وجيسون بيتضايق وبيمشي من غير عشاء، وصوفيا بتكون مهووسة بيه بشكل مش طبيعي، وبتروح لحد البيت بتاعه علشان تسمعه وهو بيغني. بس لسوء حظها بتسمعه بيكلم سارة، بس بيقولها مش هيعرف يروح لها علشان أبوه معاقبه. وصوفيا الغبية بتعمل صوت من غير قصد، وجيسون بيروح عندها بس بتاخد بعضها وبتجري بسرعة. وبنرجع المدرسة تاني وصوفيا بتدخل أوضة سارة وبتحط لها سجارة ممنوعات في الكتاب بتاعها، لكن ريبيكا بتكون موجودة وحاسة بحاجة وبتشوفها وهي ماشية. بس صوفيا بتقولها كنت بطمن على الشباب، وبتعدي منها على خير. بس زوي بتكون صاحية وشايفاها بس بتستخبى وبتعمل نفسها من بينها. وتاني يوم صوفيا بتفتح الكتاب بتاع سارة وبتلاقي السيجارة اللي هي حطتها لها، وبتقولها انتي في مشكلة كبيرة يا أنسة،
وسارة بتفضل تعيط علشان ده مش بتاعها، بس ريبيكا بتقرر تقول لأهلها، وصوفيا بتطلب منها تعمل تفتيش للمدرسة كلها، وريبيكا بتوافق. وفعلا أبو سارة وأمها بييجوا ياخدوها من المدرسة، والراهبات بيدخلوا كل الأوض بتاعة الطلاب وبيفتشوها، وصوفيا بتكون حطت له إزازة ويسكي هو كمان، وبيتقفش بيها جيسون وبيتعصب وبيكون مش عارف دي بتاعت مين، بس مش بيصدقوه. وساعتها صوفيا بتقترح تديله فرصة تانية علشان أبوه ما يموتهوش، بس في مقابل كده ما ينزلش الأجازة دي وينظف المدرسة. وساعتها جيسون بيوافق، بس أهم حاجة أبوه ما يعرفش. بعدين بنعرف إن صوفيا جات المدرسة دي علشان جيسون، وبتبقى من الفانز بتوعه. ومش بس كده، دي قتلت الأخت اللي كانت المفروض تروح المدرسة مكانها ودفنتها وانتحلت شخصيتها. بعدين بنروح لجيسون وزوي، وبعد ما بيحكي لها بتقوله إنها شافت صوفيا في الأوضة عندها وشك فيها، وكمان بتقوله إنها هتفضل هنا في الأجازة بتاعة الأسبوع علشان تخلي بالها منه. وبنيجي لنهاية الأسبوع، وصوفيا بتروح تساعد جيسون في الشغل بتاعه في المدرسة، وبتبدأ تغريه بطريقة مش محترمة خالص، بس زوي بتكون شايفة كل حاجة. وبالليل بقى صوفيا بتروح أوضة جيسون وبتصور نفسها فيديو وهي بتهجم على جيسون وبتعمل معاه قلة أدب، وكله بالصوت والصورة. وتاني يوم جيسون بيشوف صوفيا وبيكون متوتر على الآخر، بس بتقوله ما تقلقش وما تخافش. وبعدين بتسيبه وبترجع أوضته وبتفضل تشم في هدومه، بس زوي بتدخل عليها علشان بتدور على جيسون، بس صوفيا بتطردها وبتقول لها ما تجيش أوضة الولاد تاني. وزوي بتروح بسرعة لجيسون وبتحذره من صوفيا علشان بتتصرف تصرفات مش تمام، وصوفيا لما بتشوفها بتقرر تتخلص منها. وبعدين بتوريها نتائج الامتحان بتاعها وبتكون وحشة، وصوفيا بتقول لها لو عايزة تحسنيها تعالي بعد المدرسة وهخليكي تمتحني تاني. ولما بتروح بعد المدرسة بتلاقي إجابات الامتحانات، فصوفيا بتخش عليها بتقول لها انتي غشاشة، وبتروح تبلغ ريبيكا عنها. وزوي بتكلم ريبيكا عن صوفيا وبتقول لها انها غريبة جدا ومش بتصلي معاهم في الفصل، بس ريبيكا بتقول لها الصلاة في القلب. وجيسون بيروح علشان يعترف بالذنب اللي عمله مع صوفيا، بس بيتفاجئ ان صوفيا هي اللي هناك وبتدخل عليه وبيعملوا قلة أدب تاني. وتاني يوم بيوصل الأسقف أورايلي والأخت ريبيكا بيتكلموا عن المدرسة، وهو بيكلمها عن صوفيا وبيقول لها إنه قابلها قبل كده وكانت فرفوشة على الآخر. وساعتها ريبيكا بتستغرب علشان هي على طول مدياهم الوش الناشف. ولما صوفيا بتخرج وبتشوفه بتمشي علشان هيتعرف عليها إن مش هي، وريبيكا بتروح لصوفيا بس مش بتلاقيها، فبتلحقها بسرعة قبل ما بتمشي. بس صوفيا بتقول لها إن عمتها بتموت ولازم تزورها دلوقتي علشان تلحق نصيبها من الورث، وريبيكا بتسيبها تمشي بس بتكون شاكة فيها. وجيسون بقى بيرجع البيت يكلمهم في حوار الموسيقى تاني، وأبوه بيكون عنده نفس رده اللي هو لأ يعني لأ. وزوي بتحكي لهم عن اللي حصل معاها في المدرسة، وجيسون بيتضايق وبيخرج من البيت، وبتكون صوفيا بتراقبه وبتروح وراه. وجيسون بيدخل بار وبيقابل سارة هناك وبيشربوا سوا. بعدين بيدخل معاها علشان يعملوا قلة أدب، بس بيفتكر صوفيا فبيخرج بسرعة. ولما بيخرج بإزازة البيرة الضابط بيقفشه علشان مش معاه بطاقة وممنوع يشرب. وقبل ما بيتقبض عليه بتوصل صوفيا وبتقول للضابط إنه مريض عقليا واديله فرصة تانية، والضابط بيسيبه يمشي. عموما أبو جيسون بيخرج علشان يدور عليه، بس هو بيكون راح مع صوفيا البيت علشان ما ينفعش يرجع بيته وهو سكران، وهناك بقى بتبقى عايزاه يعمل معاها حاجات عيب تاني، بس جيسون بيرفض. ساعتها صوفيا بتتعصب علشان هو مش بيحبها زي ما بتحبه، ولما بيخرج من البيت بتفضل تعيط. وجيسون بيطلب من زوي تيجي توصله، بس بتقوله مش هينفع علشان أبوك خرج يدور عليك بالعربية. وفعلا أبوه بيوصل لعنده وبيقعد يتكلم معاه وبيقوله إنه وافق إنه ياخد أجازة سنة من المدرسة علشان يركز في الموسيقى. وجيسون بيفرح جدا وبيروح البيت معاه. وتاني يوم قبل ما بيرجعوا للمدرسة زوي بتشوف صوفيا في العربية تحت البيت، ولما بيروحوا المدرسة صوفيا بتبدأ تبحث عن أرقام عربيتها. وجيسون بقى لما بيرجع أوضته بيلاقي صوفيا نايمة هناك وفي حبوب كتير واخداها علشان تموت نفسها. وجيسون بيعمل لها تنفس صناعي بس بتقوم بسرعة وبتقوله أنا عارفة إنك بتحبني وعايز تنقذني. ولما بيهددها إنه هيبلغ عنها بتقوله هوريهم الفيديو بتاعنا وهفضحك. وجيسون بيفضل مش عارف يعمل إيه
وزوي بتتصل بيه وبتقول له ان العربية اللي كانت تحت بيتهم بتاعت صوفيا، بس جيسون بينكر لحد ما بتضغط عليه وبيقول لها ثقي فيا علشان انا متورط وما تتكلميش عن صوفيا خالص. وفي الفصل بقى الاخت ريبيكا بتدخل الفصل ومعاها سارة، وصوفيا بتتعصب وبتخرج تقول لها ازاي رجعت تاني، بس ريبيكا بتديها كلمتين جامدين وبتقول لها ابقي صلي بالعيال الاول قبل ما تديني درس عن الاخلاق في المدرسة. وبعد الفصل صوفيا بتخلي جيسون يقعد لوحده وبتطلب منه ما يكلمش سارة تاني، بس بيسيبها وبيخرج. وبتكون متضايقة جدا لما بتشوف جيسون بيلطف الأجواء مع سارة. بالليل بقى في الوقت اللي جيسون بيغني فيه لسارة وباقي الطلاب، صوفيا بتكون منهارة في أوضتها لحد ما بتقرر إنها تهجم على سارة بالليل وتقتلها بكل برود. وزوي بتروح تشوف سارة وبيبلغوا البوليس اللي بيوصل للمكان وبياخد الجثة. وتاني يوم جيسون بيروح لصوفيا وبيقول لها قوليلي إن مالكيش دعوة باللي حصل، بس بتقوله دي حادثة. وبعدين بتفرجوا على الفيديو بتاعهم وبتقوله اتصرف معايا باحترام وإلا هشهرك على النت. بعدين جيسون بيرجع في أجازة تاني في نهاية الأسبوع، والمرة دي صوفيا بتقول لريبيكا إن عمتها ماتت تاني، وبتروح المطعم اللي أسرة جيسون بيتعشوا فيه وبتروح تتعشى معاهم كمان، وبتبدأ تحتك بجيسون تحت الترابيزة. وزوي بتبدأ تسألها أسئلة محرجة عن مدرستها القديمة. وفي الوقت ده ريبيكا بتتصل علشان تعرف جنازة عمة صوفيا، وبتعرف إن مفيش حد بالاسم ده عندهم. ولما جيسون بيرجع البيت بيقرر يحكي لزوي اللي حصل بينه وبين صوفيا وبيفكروا هيتصرفوا ازاي. وجيسون بيقول لها ان في لابتوب في اوضتها اكيد عليه كل المعلومات بتاعتها، ولما بيرجعوا المدرسة بيروحوا الأوضة بتاعتها وبيبدأوا يدوروا في اللاب. في الوقت ده ريبيكا بتكون بتواجه صوفيا بإنها كدابة وبتكون كشفتها، فصوفيا بتضربها قبل ما تبلغ عنها. وجيسون وزوي بيكونوا كشفوا كل المعلومات عنها وبيخرجوا علشان يروحوا لريبيكا بس مش بيلاقوها. وصوفيا بتروح لهم وبتكون متعصبة علشان كشفوها وبتضرب زوي وجيسون، بس قبل ما بتقتلهم ريبيكا بترجع تساعدهم. ولما صوفيا بتخنقها جيسون بيديها بالمفك في ظهرها وبيقتلها. وبتعدي السنة وبيتخرجوا على خير، وبتكون دي نهاية فيلمنا النهارده.